أهلا بيكم معايا. أنا أسماء وبودكاست وفرشية، ودي تكملة رحلتنا سوا. موضوعنا النهاردة عن الخوف، وسؤالنا المرة دي: الخوف صديق ولا عدو؟ الخوف يمكن يكون من أكتر المشاعر اللي بنحاول نهرب منها، ورغم إنه شعور معقد جدا إلا إنه بيجي بسهولة جدا، وممكن يظهر في أي وقت ومن أي حاجة تقريبا، في موقف، مع شخص، وقت قرار، أو حتى جوه نفسك بدون سبب واضح. لو هتكلم عن تجربتي الشخصية المرة دي فمش سهل عليا أقولها، لأني من قريب بس اكتشفت عن نفسي حاجة. اكتشفت إني بخاف أكتر ما كنت متخيلة من حاجات كتير، وأوقات من غير سبب واضح. ولما بصيت على مواقف كتير في حياتي لقيت إن ردود أفعالي كان وراها خوف، بس أنا ما كنتش شايفة ده، وعمري ما كنت بحب الإحساس ده، ولا برحب بيه ولا معترفة بيه. يمكن علشان كده كان دايما موجود بشكل مستمر ومرهق، لحد ما في يوم قررت أخد خطوة مختلفة شوية، إني مهربش من خوفي لكن أقرب له وأصاحبه. زي ما سمعتوا كده، أصاحب خوفي. الفكرة في الأول كانت غريبة ومليانة أسئلة، زي مش يمكن لو قربت له يسيطر أكتر؟ طيب لو معرفتش أخرج منه بعد كده؟ بس مع الوقت بدأت أفهم إن الخوف مش عدو، ده جزء مننا مخلوق جوانا لسبب، وإن الطريقة الوحيدة إني أتعامل معاه صح هي إني أسمعه وأفهمه، بس من غير ما أسيبه يتحكم في حياتي. أصاحبه بس أحط له حدود. في كل مرة بتقرب من خوفك بجد وتحاول تسمع له وتحس بيه، هتكتشف جواك أماكن ما كنتش واخد بالك منها، أماكن صغيرة مستخبية، وكل مكان فيهم شايل حكاية، زي سراديب جوا متاهة كبيرة. كل سرداب فيه قصة. جزء من خوفك اتولد هناك واتقفل عليه الباب واتساب سنين، مستني حد يفتح الباب، يدخل بهدوء ويسمع ويحس بالوجع اللي مستخبي جواه. في سراديب كل اللي محتاجاه منك إنك تقرب وتسمع لها باهتمام، وساعتها بس هتختفي في سلام. وفي سراديب هتحتاج منك أكتر، يمكن حضن، يمكن احتواء، يمكن دمعة تغسل شوية من الوجع، ويمكن أوقات تحتاج مساعدة أكبر وأعمق. الخوف بوصلة بتوصلك للماضي وللحاضر وللمستقبل. بيرجعك للماضي علشان تشوف فين الوجع اللي مأثر عليك، ويعلمك في الحاضر إنك تكتب قصة جديدة ما تكونش أسيرة لوجع قديم، ويوجهك للمستقبل بنسخة أهدى وأنضج. بس افتكر، كل ده ليه شرط: إنك ما تسيبوش يسيطر عليك. تقرب له تفهمه بس كمان تحط له حدود وترسم له طريق يمشي فيه وما يخرجش عنه أبدا. ما تهربش من خوفك وما تكرهوش، هو موجود علشان يرشدك، يدلك على الطريق، بس كل اللي محتاجه منك إنك تسمع له، تفهمه وتهديه، وتحط له حدود يتحرك جواها. ساعتها هيبقى مرشد مش عائق. الحلقة دي كانت عن الخوف وإزاي نقرب له ونسمع له ونتعامل معاه بهدوء. لو حسيت إن الحلقة لمستك شاركها مع حد محتاج يسمع. أنا أسمع، وبودكاست وفرشية. وما تنسوش تسمعوا لخوفكم بس من غير ما تسيبوه يتحكم فيكم، ونشوفكم الحلقة الجاية.